السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل القرص الطرية، الفلاحي الطرية. شايفين طرية ازاي وجميلة، وقلبها دايب كده وجميلة. معايا كيلو دقيق، هنخش نعمل القرص الطرية. يلا بقى، متنسوش تعملوا لايك، واللي مشتركش في القناة اشترك. معايا معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر، كيس خميرة، 4 معالق سكر. هنعمل القرص الطرية، نقلبهم في بعض. ومعايا كوبايتين لبن، كان قاطع عندي وايه شيلته في التلاجة اما اعمل بيه قرص. شايفين القطع مكتل ازاي؟ قاطعه. معايا كوبايه زبادي او كوبايتين زبادي، متوفر عندك حطيه. لبن عادي حطي، زبادي حطي. هتعجنيه بزبادي او لبن رايب عادي، اي حاجه متوفره عادي، بس اضربيه في الخلاط. ضربنا الزبادي واللبن اللي هو القاطع في الخلاط. معايا نص كوبايه زيت، معايا كوبايه سمنه بلدي، بلدي مش بلدي عادي. كوبايه سمنه، نص كوبايه زيت. هنضف بقى بقيه الكوبايه كده، مش مسيحيها اصلا. هتدفيها وتسيحيها عادي، مش هتدفيها عادي كده عشان ايه ما تعملش حموضه. انا بحطها كده ايه عشان ما تعملش حموضه. معايا معلقتين قشطه، دي القشطه دي وش لبن. شايلها كده من على وش اللبن. هتعجني برضو باللبن عادي، لبن الحليب عادي، اي حاجه متوفره عندك اعجني بيها. نص معلقه ملح. هننضف السبتله، السبتيوله، وهنعجن القرص. هنبس كده القرص. انا كده مش بعجن لسه، ببس القرص في السمنه والزيت والقشطه. اقعد ابس فيها كده لما تبقى زي الرمله كده المبلوله. دلوقتي بسيتها وشربت دقيق كده للسمنه والقدام اللي حطيتها لها. معايا معلقتين خل، بيفتح كده قلب القرصه. وهنحط اللبن والزبادي. هنعجن كده بقى باللبن والزبادي. هنعجن باللبن والزبادي. هنعجن كده في القرص ونلم الدقيق كده باللبن. دلوقتي خلصت الكوبايتين، كوبايه الزبادي. عايزه تحطي كوبايه زبادي كبيره حطي، عشان انا حطيت لها نص، كمان نص كوبايه لبن. هتكملي بميه عادي، بس اللبن بيدي طعم الحاجه وبيديها طعمه كده، طعم القرص وبيديها طعم. خلاص عجننا القرص. هحطها بقى، احط الكيس البلاستيك عليها واغطيها قد ساعه. دلوقتي خمرنا القرص. يعني هنفضي الهوا كده من القرص ونعجنها برضو تاني، نلمها تاني. هلمها تاني كده عشان اعمل، عشان ما تعملش فقاعات اللي هي بتبقى حمرا دي وغامقه على وش القرص. لازم انا افضي الهوا كده منها، وانا عامل قرصه كده من فوق، واروح لمها من تحت. بعملها زي البقعه كده. لازم انا اعمل وش عشان ما تطلعش خشنه.
نعم كده وش القرصة، واروح لما هخلص بقى تقريص القرص. دي كيلو الدقيق، اما مش عارفه 30 ولا 28 قرصه. هنفردها كده على الصينيه، افردها برضو في قلب الصينيه، يعني مش هفردها بره واحطها، لا في قلب الصينيه، عشان يطلع القاعده بتاعت القرصه كده متساويه ومحمره كلها حمار واحد. هفردها كده وابططها في الصينيه. هفرده بقى ايه، هغطيه بكيس بلاستيك عشان الوش ما يعملش، ما ينشفش. هنفرد القرص. اعملوا لايك بقى يا جماعه وتفعلوا كده مع القناه عشان نستمر مع بعض. عشان اعمل لكم كل جديد ان شاء الله. نغطيها برضو زي التانية. دلوقتي بقى اشغل الفرن على درجة حرارة 200. احطها من تحت كده الاول على الصاجة بتاعت الفرن من تحت، تحمر من تحت، واحطها في الشواية ادي دقيقتين كده في الشواية لما تحمر من فوق ومن تحت. ان الفرن ما بتحمرش فوق وتحت، من تحت بس، لازم انا احطها في الشواية دقيقتين. شايفين قعر القاعدة بتاعت القرصة مالسة ازاي وحمرا مستوية. شايفين هشة بقى وجميلة وطرية، طعمها تحفة من الاخر. ما تنسوش بقى تعملوا لايك، واللي مشتركش في القناة يشترك. اعملوا لايك بقى. السلام عليكم.